يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح السعادة عليكم حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير وفي صحة وسعادة. يا صباح الخير، يا صباح الحيوية، يا صباح النشاط. ازيكم يا حبايب قلبي، يا أحلى وأغلى وأجمل مشاهدين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير وفي صحة وسعادة. النهاردة كده إن شاء الله الروتين بتاعنا صباحي كده كله حيوية ونشاط. ويلا بينا هنشوف هنعمل ايه في الروتين بتاعنا، بس طلعنا كده نشوف الجو عامل ايه النهاردة. يلا بينا ندخل على المطبخ نشوف الروتين بتاعنا النهاردة في المطبخ هنعمل ايه. يلا بينا. دخلنا المطبخ بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. الروتين بتاعنا النهارده هنغسل البوتاجاز بتاعنا. هنغسل البوتاجاز لان انا من زمان ما غسلتوش، كنت سايباها اما نغسله كده مع بعض ونشوف هنغسل البوتاجاز بتاعنا بايه. يلا بينا هنغسل بوتاجازنا بقى النهارده مع بعض. وحبه روتين كده في المطبخ، تنظيف ارضيه المطبخ وايه. وهننضف معاكم النهارده مع في الروتين بتاعنا ده البوتاجاز بحاجه بنرميها في الزباله هتخليك البوتاجاز بيلمع زي المرايه كده واكنه لسه جاي من المحل. جينا كده الاول كنت غاليه لبن اهون، فضلت خيركم كده يا حبايب قلبي، كنت غاليه لبن للولاد الصبح. وبعدين احنا بقى هنشوف ايه هنشيله كده هو خلاص برد اهون شويه، هنشيله وننضف البوتاجاز بتاعنا. يا حبايبي هننضف البوتاجاز بتاعنا. قشر الليمون اللي انا كنت محوشاه كده في الفريزر، قشر الليمون وقشرتين برتقال كده هناخدهم زي ما هم كده، هم انا كنت حاطاهم في الفريزر. قشر الليمون ده ما اقولكمش بيخلي حتى الارضيات تخليها زي الفل. هنجيبه كده بقى نحطه نضربه في الخلاط، نحط عليه كده نص كوبايه ميه ولا حاجه ونضربه في الخلاط وننضف بيه البوتاجاز بتاعنا. يلا هنشوف هنعمل ايه في قشر الليمون بتاعنا. بصوا قشر الليمون كده جبته كده حطيته في شكشق الخلاط اهو، حطيت عليه كوبايه ميه كده ولا زي ما تحط بقى نص كوبايه، المهم الخلاط يمشي. وهنضربه في الخلاط وهنشوف هنعمل ايه بقشر الليمون والبرتقال، قشرتين برتقال كده لا اي اللي موجود عندك. انا ضربت قشر الليمون في الخلاط زي ما انتم شايفين. انا عند المصفى دي قديمه هي. هنصفي بها الليمون، القشر الليمون اللي ضربناه في الخلاط. صفينا الليمون بتاعنا اهو ضربناه في الخلاط. هناخد اللي هي السوائل اللي نازله من قشر الليمون دي بعد ما ضربناه في الخلاط، مش عايزينها اللي هي نغسل بيها. ده بقى مش هرميه، اللي طالع ده التفل اللي طالع من الليمون ومن قشره البرتقال اللي احنا ضربناها دي مش هرميه، هعبيه برطمان واحطه عندي في الفريزر تغسلي بيه الطيور، يطلع لك الزفاره ويطلع لك كل الريحه اللي بتبقى في الطيور ديت، تغسليه بيها يخلي لك الطيور زي الفل. اي حاجه بط، حمام، سمان، فراخ، اي حاجه. انا هعبيه في برطمان واحطه في الفريزر بقى كده، وهتتفرجي بقى اما تيجي تنضفي الطيور ولا حاجه هتتفرجي على دوت في تنظيف ايه البط والحاجات دي. خلي لك الريحه ما اقدرش اقول له ملوش ريحه ولا ريحه زفره ولا اي حاجه، يعني مش هرميه. حطيته في برطمان اهو، هغطيه بقى واسيبه في الفريزر بقى. وزي ما بقول لك طلعي باقي منه تغسلي بيه الطيور، حاجه نظافه ما فيش بعد كده. خلاص بقى احنا هنضيف ايه بقى لدوت عشان نغسل بالبوتاجاز والارضيات والرخام وكله. احنا معانا كربونات، معلقتين كده صغيرين كربونات اللي هو بيكربونات الصوديوم اللي هو بتحط اللي بيضيفوا له الطعميه. حطينا خلاص الكربوناتو. شوف يا بنات لما حطيت الكربوناتو بدا يحصل فوران اهو، بصوا تحس ان اللي عملت رغاوه كده فوران لما ضفت الكربونات. هنجيب بقى ايه، انتوا شفتوا البريل الصابون السائل اللي احنا عاملينه مع بعض اهو. انا كنت عامله معاكم صابون سايب اهو. هنجيب بقى منه حوالي كوبايه كده بس كده، حبه صغيرين خالص، حوالي كوبايه او نص كوبايه. هنقلب ده كله على بعضه كده نبدا بقى نغسل البوتاجاز بتاعنا. يلا بينا. هنبدا بقى نشيل الكوش كده، حطها عندك برضك في حاجه، حله قديمه، حاجه طبق، اي حاجه. شوفوا البوتاجاز ونحط عليها برضه شويه من المحلول اللي احنا عملناه ده. وهنروح بقى نبدا بقى نغسل البوتاجاز بتاعنا. حطها بقى في طبق بلاستيك او اي حاجه عندك، وهنضيف عليها برضه شويه ميه. نحط شويه ميه بتاع من اللي احنا عملناه كده، اللي هو المحلول اللي احنا هنغسل بيه البوتاجاز. بصوا نحط كده على البوتاجاز بتاعنا.
حتى الوش اللي هو الغطا بتاع البوتاجاز اللي هو ده اهو، الغطا ده اهو برضو هنحط عليه من ده وهنغسله. اتفرجوا بقى على البوتاجاز ولا معانا. بصوا هنجيب اي حاجه كده بايدينا حتى اهي بايدينا ونحط كده على ايه، على غطا البوتاجاز اللي هو الازازه اللي واقفه دي. بصوا اهي هيحوش لك الدهون والزيوت وكل الحاجات اللي بتبقى على البوتاجاز دي، اللي هي الدهون والحاجات دي. اي حاجه على البوتاجاز هيشيلها لك في ثواني. اهو هتسيبيه بقى كده دقيقتين. بصي هتسيبيه دقيقتين كده. انا بعمل بايديا اهون. لسه هجيب ايه سلكه ايه نغسل بيها بسيطه كده. يا دوبك هتعملي بس السلكه كده او ليفه مواعين، مش مهم سلكه، سفنجه، اي حاجه. بصوا بس لازم اعمل بيض عشان ايه، اخليها اوزعه كده على الايه، على البوتاجاز عشان يشيل لنا الدهون بقى واي حاجه من دي، الحاجات اللي هي الحروق دي. بصوا جميل جميل. لا تقولي بقى بحاجه يعني اللي هو اللي بنشرى دي، اللي هو الفرش دي والحاجات دي، لا. هنبدا بقى حبايب قلبي. بصوا نغسل اول ما نبدا بالايه، بالغطا، بالوش بتاع البوتاجاز. بصوا الدهون كان عليه دهون وزيوت. بصوا انا حاسه ان السفنجه بتتزفلط. ليه؟ بصوا انا بصور نفسي ومانيش عارفه ايه امسك التليفون بايد. بصوا انا حاسه ان السفنجه كده بتتزفلط من ايه، من النظافه. كان عليها زيوت، متراكم عليها زيوت ومن مطرح اللي هو الطبيخ والزيت والحاجات دي. بصوا حتى ده الحته دي بيبقى عليها زيت، ما اقدرش اقول لكم. حاسه ان كله طلع كده من غير ما يعني بالراحه خالص كده. بصوا بصوا الحروق دي جميله. هتطلع كل ما تسيبيها تغيب شويه، كل ما تيجي تبصي تلاقيها تطلع معاكي بسهوله. تلاقيها تطلع معاكي بسهوله ولا تتعبي ولا اي حاجه. ولا عادي يهمك بعد كده بقى غسيل البوتاجاز اللي بتجيبي له فلاش. باكل الايدين وباكل الاستانلس بتاع البوتاجاز، يعني وحش وبيوجع. وغير كده بيخلي الايدين تولع. كل ما تسيبيه كل ما تيجي تبصي تلاقي الحاجه كده ايه، طلعت معاكي بكل سهوله اهي. اديني ماشيه. بصوا كل ما بيغيب شويه على البوتاجاز اللي هو الخلطه اللي احنا عملناها دي مع بعض، الليمون والبريل والكربون بتاع اللي هو المعلقتين الكربوناتو. بصوا بسم الله ما شاء الله، البتاعه ماشيه، السفنجه ماشيه ازاي، بتتزحلق من النظافه. شيل كل حاجه احسن من الفلاش واحسن من اي حاجه اهو. بصوا الحروق مسافه بس ما غاب عليها، قعد بس عليها 5 دقايق. بصوا الحروق بتطلع بكل سهوله ازاي اهي. احلى غسيل. انا ما بعملش الا كده على طول حبيبتي. بعد كده ما تحمليش غسيل البوتاجاز خالص، ولا تحملي هم غسيل البوتاجاز. اعملي زي ما بقول لك كده، الخلطه المعلقتين الكربوناتو دول، او لو تزوديه شويه كمان معلقه يبقى احسن. او ما عرفتيش قشر الليمون ده ما ترموهوش خالص. البوتاجاز بتاعنا حبايب قلبي نضيف خالص اهو. هنجيب بقى حاجه هدمه عندك بقى وتشيلي ده كله. تلاقي الهدمه اللي انت هتعملي بيها جلابيه نص، يعني حته فوطه او اي حاجه، حته من اي حاجه عندك قديمه، من حته يعني ايه خلقه كده ولا اي حاجه، تشيلي بيها ده كله. هتلاقي البوتاجاز بتاعك منور ادي ماشيه معاكم خطوه بخطوه. بصوا اطلع بكل سهوله. اي شرموطه عندك، اي فوطه مطبخ، فوطه بوتاجاز، اي حاجه شيلي بها بقى ده اهو. جبت بقى ايه فوطه اهي، فوطه قديمه عندك بتاع البوتاجاز او حاجه تشيلي بها دي اهو. بصوا البوتاجاز بيبرق بسم الله ما شاء الله.
خلي حتى بخلي ريحه البوتاجاز حلوه. شيل كل اللي احنا عملناه ده بقى. راحت الحروق ولا ما راحتش؟ بصوا فله يا فله يا فله، فل وياسمينه. وغسلنا البوتاجاز حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصوا بصوا، شوفوا بتزيق ازاي، ولا دهون ولا اي حاجه، ايدي سايحه كده اهي. وبرده ولا حطينا ميه ولا حطينا اي حاجه، هو بتاع المحلول اللي احنا عملناه مع بعض ايه اللي غسلنا بيه، ولا حطينا ميه ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين البوتاجاز رجع بيبرق اهو. دول بقى جبناهم اهم، حطينا عليهم برده شويه من هو الليمون والحاجات اللي عملناها مع بعض. هنمسكهم برده في دي، نجيب بس حته سلكه، دي اللي عايز سلكه ليه بطلعهم بحته سلكه كده، بيبقى هي مش عايزه بصي بالراحه خالص كده، بس بيطلع بسهوله. هغسلهم كده ونرجعهم جداد كده مع بعض. غسلناهم زي كده اهو، اللي هم الدوش فتحة بوتاجاز غسلناهم زي الفل. بصوا يا بنات والله فكرت شويه لقيت الدهون والزيوت اللي كانت عليها طلعت لوحدها كده من غير ما اتك عليها خالص بالسلكه ولا باي حاجه. كان عليهم زيوت هنا اهوت وحروق، شوفوا اهو زي الفل. هو ده البوتاجاز بتاعنا اتغسل باسهل طريقه، ولا اشترينا حاجه ولا عملنا حاجه، هما المعلقتين الكربونات زي ما انتم شايفين. غسل البوتاجاز بتاعنا باسهل طريقه، وحاجه بنرميها كلنا، بس انا ما برميهوش. الليمون ده ما برميهوش خالص، بينفع في اي حاجه. ادين قدامكم حطيت الطفل اللي طلع منه في برطمان في الفريزر، تنضفي بيه الطيور بتاعتك، بط او اي حاجه، فراخ، الفراخ جميل. وهنغسل برضو فايد حبه هم هنغسل بهم الرخام. هسيبهم كده بقى، هسيبهم تاني، هسيب عليهم تاني واطلعهم بقى على صينيه ولا على حاجه في الشمس، او انضفهم انشفهم بفوطه ناشفه. هطلعهم بقى على حته البرندة ينشفوا شويه، وبعدين لما اجيبهم انشفهم برضو قبل ما احطهم على البوتاجاز. نضفنا البوتاجاز، يلا بينا شويه دول هنمسح بهم بقى الرخامه كمان، الرخامه والارضيات وكل حاجه عندك هتنضفي بيها. الرخامه هنشيل الحاجه اللي عليها والصواني والحاجه دي، ونقوم كاتبينهم كده على الرخامه، ونمسكها بقى نغسلها كده بليفه المواعين او ليفه المطبخ. بصوا اهو كبيبهم بقى كده على الرخامه وهتتفرجوا اهو. وزعتها على الرخامه كده، وهنسيبها بس 5 دقايق كده، ويلا بينا هننضف الرخامه بتاعتنا كمان، وارضيه الحمام كمان، وارضيه المطبخ والحيطان وكل حاجه، تنضفي بيه كل حاجه. هنغسل بقى الرخامه بتاعتنا حتى على الاقل يعقم لك الرخامه، انت تعملي عليها حاجه، تخبزي حاجه كده تبقى معقمه، وقبل ما تخبزي عليها برضو تقومي دعكها بدعكه نص معلقه خل كده، وتحطها على الرخامه مكان ما هتخبزي، وتعقمي الرخامه بتاعك. بس انا بغسلها كده الاول بالبتاع اللي احنا عملناه ده، اللي هو الخلطه اللي احنا عملناها ديت، نغسل بيها بوتاجازنا، نغسل بيها كل حاجه. الحيطان حتى الحيطه اهي، بغسل الحيطه بيها، خلي الحيطه جميله جميله بتلمع كده وبتزيق، تحط صبعك عليها كده تزيق كده بصوا زي المرايه. انا خليت الرخامه كلها اهي وكمان وبقى حاطه عليها جيبي ازازتين ميه كده او اي حاجه تغسلي بها كده بالراحه. والارضيات بتاعت المطبخ تغسليها بالميه، من الميه اللي نازله دي. بصي بقى رش ميه كده بالراحه، وهتشوفي الرخامه بتاعتك جميله بتزيق كمان اهي. يعني بعد ما غسلتها غسله نظيفه اهي يا حبايبي، حتى تبقى معقمه تعملي عليها اي حاجه، كل حاجه تعمليها بالخلطه اللي احنا عملناها دي حبيبتي. ما ترميش قشر الليمون بعد كده خالص. حتى الحيطان بصوا بعد ما غسلتها رش عليها ميه
طبعا احنا في الصيف والواحد بقى عايز ايه الميه ما يخافش، ما فيش هيسقع ولا حاجه اهي. كمان الميه اللي نازله ده هنمسح بيها ايه ارضيه بتاع المطبخ بتاعنا. ايه رايكم بقى؟ حتى غسلنا حوض المواعين، غسلنا الرخامه اهي فل الفل اهي، وريحتها طلع كده ليمون، طلع كده اكنك ليمون بتعصري ليمون وانت واقفه. البوتاجاز بتاعنا فل الفل اهو، ادانا المفاتيح بتاعته والكوش في الشمس كده تنشف، وهنجيبها نبقى برضو ننشفها قبل ما نحطها كمان لو كان فيها لسه نقط ميه ولا اي حاجه. وده البوتاجاز بتاعنا بصوا فل الفله. وايه رايكم في الفيديو اللي احنا عملناه مع بعض، الروتين بتاع غسيل البوتاجاز بقى مكون بنرميه في كل حته، تيجي تبص تلاقي قشر ليمون مرمي. لا احنا نعينه ونحطه في الفريزر في كيس، نربطه كده كل ما نعصر ليمونتين ولا نعصر ليمونه ولا حاجه، تلمي القشر تجمعيه وتحطيه في كيس وتعملي زي ما قلت لك كده اهو، زي ما بقول. وهتستفادي كمان من التفل اللي طالع منه، هتنضفي بيه الطيور بتاعتك. وخلاص، وده كان الفيديو بتاعنا حبايبي، ولا نزل نقطه ميه في العيون ولا اي حاجه، من بره كده عملناه وزي الفل اهون. وده الرخامه اهي والحيطه، كل حاجه نضيفه في الليمون اللي احنا عملناه. بصوا الحوض، بصوا الحنفيات، حتى غسلت الحنفيات دي اهي. وده الحوض بتاعنا. وايه رايكم في الفيديو؟ وحطوا لايكات يا حبايبي، حطوا اللايك حبايب قلبي، حطوا اللايك، شجعونا كده حبايبي، يلا. وده كان الفيديو بتاعنا. اللي اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه ويعمل اللايك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى اتنين. وده كان الفيديو بتاعنا حبايبي، واشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله.